احيانا بنكلم الناس باللي بيبقى جوانا، باللي احنا حاسين بيه وشفناه وعشناه قبلهم. احيانا بتستشعر قوه ما تشعر به من الام واحزان وافراح ونجاحات وازمات ومواقف وكل حاجه مريت بيها قبل كده في حياتك. بتستشعر خبرات سنين عدت عليك. ما تقولش ان الكلام ده غلط وما ينفعش اقوله للناس، لا، ده بيكون تحذير وانذار واخبار لغيرك بما لم يعلمه لتعلمه انت به ولتذكره به. وعشان كده ده صح الصح. وصح الصح كمان لانك انت بتقول له اصحى يا عم الحاج وفوق قبل ما تدوق مر الحسره والالم على ما هو ات. تستشعر بقوتك الداخليه لتخبره لغيرك. ده شيء مفيد طبعا لانك انت بتقدم له النصيحه، مش بس بتنقل له خبره سنين، لا لا لا، انت بتقول له ما تعملش كده عشان ما يحصلش معاك كده، عشان انت مريت بكده. فانت بتقول له ان انت قصه حقيقيه حصلت على ارض الواقع، زي محمد اللي هو مدمن مخدرات اللي حكى قصته ده معروفه يعني. مش حاجه طبعا في الخيال، وده طبعا بعيد كل البعد عن الجهر بالذنب، ولانك انت وقعت في ده فمش عايز غيرك يقع فيه، فبتنصحه، وده بيكون ليه الثواب الكبير عند ربنا سبحانه وتعالى. لان ربنا سبحانه وتعالى قال: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. صدق الله العظيم. فاصدق الله في كل ما تقول وما تفعل وسيجازيك الله عنه خيرا كبيرا. ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة عشان القناة محتاجة دعم. السلام عليكم.